الله الرحمن الرحيم. أسامة سوارة ممثل طلبة المدرسة العليا المهندسين. هذه معناها فضاء خاص بالمدرسة العليا للمهندسين في جنز الباب. لهنا جينا باش نأسسوا معرض الفلاحة في جنز الباب. نحب نذكر ان المدرسة العليا للمهندسين في جنز الباب دخلت في إضراب تأثيرات من يوم الاثنين 7 مارس 2016، وذلك على خلاف جملة من المطالب أهمها تغيير اسم المدرسة وبعض الجديدة في المدرسة، مثلا التوبوغرافي، كما تعرفوا الناس كل التوبوغرافي تطرى كان في المغرب، ونحبوها تولي تطرى في المدرسة تاعنا. الاسم اللي كل القاهرة علاش نحبوا نغيروا اسم المدرسة؟ اسم المدرسة العليا للمهندسين تجهيز الريفي بمجاز الباب، وفعلا نحن لسنا مهندسين تجهيز ريفي، لسنا مهندسين تجهيز ريفي، نحن مهندسين هندسة مياه وتهيئة، مهندسين ميكانيكيين، يعني الاختصاصات والاسم لا يتفقان ببتة. بعثنا مطالب الى وزارة التعليم العالي من سنة 2012 لا وجود لرد وضع على هذه المطالب. قرر الطلبة يوم الجمعة 4 مارس الدخول في إضراب مقطوع في المدرسة حتى تغيير اسم المدرسة. وصلنا اليوم نحن نهار الأربعاء، وصلنا حققنا خطوة كبيرة اللي هي فرضنا المجلس العلمي في المدرسة، فرضنا على الوزارة مجلس الجامعات ويكون الأسبوع القادم باش تنظر في الموضوع هذايا، موضوع تغيير الاسم. نطلب من وزارة الإشراف وزارتي الإشراف هي يعني وزارة الفلاحة أو وزارة التعليم العالي النظر بصفة جدية في تغيير اسم المدرسة، لأن الاسم لا يتماشى مع الاسم المدرس. نطلب من سيادة وزير التعليم العالي الشيخ بودن اللي عاودنا باستماعه للطلبة انه ينظر في الامر. قبل ما نكمل كلامي نحب نترحم على شهداء الوطن، شهداء مقردين، نقول نحن كطلبة متضامنين معكم، نحن كطلبة قمنا بما يليق بمقام هذه الشهداء. لم نستطع الغاء الاضراب لان قدر التي فضل الكيف هي زيارة وزارة المرأة الى فوروم جنرال انتربيز الاسبوع الماضي للمدرسة. وزارة المرأة قالت يبالي معناها سنتر فورماسيون، وهذا لا يليق بمدرسة وطنية للمهندسين، لا يليق بطلبة مهندسين، لا يليق بمهندسين باش يكونوا هما عماد البلاد، باش يقودوا هما البلاد. تحية نضالية من جاز الباب وتحديدا من المدرسة العليا للمهندسين من جاز الباب إلى أرواح شهدائنا. ونعاود نذكر المهندس يبني البلاد والجندي والمواطن والأمني كلنا مع بعضنا نحميو الوطن بتاعنا ونبنيو البلاد بتاعنا.